هناك رجل أراد أن ينتحر، فرآه الحكيم فقال له: لماذا تريد أن تنتحر؟ فقال الرجل: عندي مشكلة عائلية معقدة، لو شفت اسم غالي عليك صلي عليه واعمل لايك واشتراك. فقال الحكيم: ما من مشكلة إلا ولها حل، وما هي مشكلتك؟ قال الرجل: تزوجت امرأة أرملة ولها بنت، فلما رآها أبي أحب أن يتزوج ببنت زوجتي الأرملة، وأصبح أبي زوج ابنتي، وصرت أنا عم أبي، ولما ولدت زوجتي أصبح الولد حفيد أبي، وبما أن ولدي هو أخو زوجة أبي التي هي خالتي، أصبح ولدي هو خالي، ولما ولدت زوجة أبي أصبح ولدها أخي من أبي، وفي نفس الوقت حفيدي، لأنه حفيد زوجتي من بنتها، وبما أن زوجتي أصبحت جدة أخي فهي بالتالي جدتي وأنا حفيدها، وبهذا أصبح أنا زوج جدتي وحفيدها، لأنها جدة أخي فأنا أصبح جد أخي، وبنفس الوقت أصبح جد نفسي وحفيد نفسي. فقال الحكيم: توكل على الله وانتحر، الله ياخدك وياخد أبوك وأبو اللي يسألك مرة ثانية.